هناخد النهاردة حرف التي. الحرف ده اسمه تي، وقلت لكم قبل كده النقطتين دول بيشيروا ان احنا بنمد شوية الفاول او الحرف الاي المتحرك واحنا بننطق، يعني مش بننطق تي تي، لا، تي تي تي. صوته في الكلمة ت ت، ده الساوند بتاعه او صوته. قلت لكم كذا مرة لازم نفرق بين اسم الحرف وما بين صوت الحرف. وحرف التي من الحروف الجميلة اللي لو جه لوحده مش هتلخبط في نطقه لانه ملهوش كذا نطق، لو جه بمفرده هيتنطق تي زي ما هو. تمام. وقلت لكم قبل كده الحروف اللي ليها اكتر من صوت، وقلت لكم اصواتها المختلفة عشان ما تلخبطوش فيها. لكن حرف التي النهارده من الحروف برضو السهلة الخفيفة اللي مش بتلخبط في نطقها لو جت لوحدها. خلي بالكوا برضو عشان حرف التي لو جاء ورا الاتش مش هيتنطق تي، هيتنطق زي الساء في اللغة العربية، سه زي حرف السه. تمام. تمام. هعمل لكم بقى ان شاء الله باذن الله درس منفصل عن اصوات الحروف المركبة. تمام. بس خلينا دلوقتي في حرف التي. اسمه تي، صوته ت ت ت، زي حرف التاء في اللغة العربية كده نفس الصوت بتاعه. تمام. ت ت تن 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 ت ت تايجر ت تايجر تايجر. وحرف التي كمان من الحروف السهلة جدا، مش بس في نطقه لا في كتابته كمان. تعالوا نكتب مع بعض حرف التي. وحرف التي كمان من الحروف السهلة مش بس في نطقه لا في طريقة كتابته كمان. تعالوا نكتب مع بعض حرف التي بطريقة صحيحة. دول الثلاث سطور بتوعنا اللي هنكتب فيهم. هنيجي من السطر الأول هنعمل زي خط أفقي كده. تمام. دي البداية بتاعتنا، هنعمل خط أفقي، ومن النص نص الخط ده بالظبط هننزل خط مستقيم يمر بالثلاث سطور كده. تمام. او خط افقي كده، ومن النص هننزل نمر بالثلاث سطور ونقف. سهل جدا. اخر مرة خط افقي كده ومن النص نعمل خط مستقيم يمر بالثلاث سطور بتوعنا دول. ده التي كابيتال. تعالوا ناخد اللور كيس او التي سمول. دول سطرين الانجليش بتوعنا الاساسيين. هنيجي مش من التالت، مش من اوله، من النص كده شوية هنعمل خط مستقيم لحد السطر التالت، وهنعمل زي خط افقي كده. تمام. نعمله كمان مرة، مش من السطر التالت لا من النص بين السطرين دول هنبتدي البداية بتاعتنا. يعني اللي بيدور ان هو يبقى دقيق قوي يعني يكتبه. لا، ولو كتبتيه من فوق، ولو اتكتب من فوق قوي برضو، ولو اتكتب من بداية السطر التالت مش هتحسب غلط. تمام. بس انا بحب يعني اديهولكوا بدقة شوية. من بين السطرين دول النص بتاعنا اهو نقطة، ننزل بخط مستقيم لحد السطر التالت من تحت، وبعدين نعمل زي علامة كأني بعمل علامة زائد. تمام. بس ايه طويلة شوية. تمام. برضو هنعمل من النص هنا وننزل كده، ونعمل علامة زي الزائد كده. تمام. ولو عملناه بالشكل ده يحتسب صح برضو ان احنا هنعمل كده وكده وكده. تمام. ونيجي عاملين خط كده، ممكن بالشكل ده صح وبالشكل ده برضو صح. واستنوني في الفيديو الجاي حرف اليو، والسلام عليكم.